من قلب دار الأوبرا المصرية مقر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال35. النهارده دايما بنكون معاكم، مش بس النهارده، من 10 ل 12 على نايل سينما. كل يوم بنقدم لكم أهم مدار في اليوم، وأيضا بيكون معانا أهم الضيوف الموجودين في المهرجان، سواء كضيوف في الأفلام أو أيضا سواء كمان كمشاركين في فعاليات المهرجان أو في لجان التحكيم. والنهارده معانا ضيوف منورينا اكيد، ومنهم ناس مش ضيوف، يعني مش جداد علينا خالص. النهارده بنرحب بمجموعه من اعضاء لجنه تحكيم المسابقه العربيه، ونبتدي طبعا بليديز فيرست. نرحب بالفنانه والنجمه كندا علوش. مساء الخير. مساء النور. مساء النور عليكم وعلى كل متفرجينا للسينما. ميرسي يا فندم. ايضا بنرحب بالاستاذ عبد الستار ناجي، سكرتير تحرير الفن والمجتمع والمراه، وهو ايضا ناقد فني. بنرحب بيك يا فندم. مساء الخير على مصر الطيبه العظيمه. اهلا بيك يا فندم. واخيرا بنرحب بالاستاذ المخرج اليمني مراد رفيق. بنرحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، ومنورين مصر. منورنا. ويمكن احب ابتدي يعني الاول ان قبل ما تيجوا المهرجان طبعا احنا بنسمع اخبار اللي بتحصل في مصر والاحداث اللي بتحصل في مصر. ما كانش في نوع من التخوف اللي حضرتك تحضر المهرجان وتيجي تشارك وتشارك في هذا المهرجان وحدث كبير زي مهرجان القاهره في خلال الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي؟ لا اطلاقا، ما كانش عندي اي تخوف في الجانب هذا بالخالص. انا كنت سعيد جدا ان اكون مشارك في لجان التحكيم، والشيء هذا كنت بعيد في خيالي، وما كنتش متصور انه ممكن اكون احد الحكام في لجان التحكيم. انا في غايه السعاده جدا جدا، يعني من جانب الخوف ما كانش عندي اي خوف بالخالص. بالنسبه لي زمان كان بيقولوا من علمني حرفا صرت له عبدا. المصريين في الحقيقة علموني الألفابت كلها، يعني من الألف إلى الياء، من رياض الأطفال إلى الجامعة. فبالتالي وجدتها فرصة أنه أرد شيء من هذا الجميل لهذا البلد العظيم، للسينما المصرية، لأساتذة السينما والمسرح في مصر الذين تربينا معهم والذين تعلمنا منهم الكثير، ولهم الفضل الكثير والزاد الكبير على السينما في دول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالذات الكويت. اشكرك فنانة كندا. الفنانة السورية لها صبغة مصرية، وحاسين ان انت واحدة مننا. يعني يمكن عايزة ابتدي مع حضرتك بمشاهدة الافلام. حضرتك اتفرجتي على مشاهدة الافلام، وعايزين نعرف ايه الافلام يمكن اللي على الساحة دلوقتي، او نوعية الافلام او التيمة اللي غالبة لحد دلوقتي من الافلام المشاركة في مسابقة رسمية. في ميزة اظن في مسابقة الافلام العربية السنة دي عن غير دورات في مهرجان القاهرة السينمائي. وانا بشوف بالنسبة لي انا شخصيا دي حاجة محمساني جدا ومخليني سعيدة ان انا موجودة في اللجنة في الظرف ده. الافلام كلها هي يا اما افلام هي كلها المخرجين شباب تقريبا، يا اما لاول او تاني تجربة. فدي بالنسبة لي حاجة بحد ذاتها مغرية جدا ومهمة جدا، ان انت هتتفرج على افلام شباب، هتشوف تجربتهم، هتشوف خبرتهم، هتشوف رؤيتهم، هتشوف حاجة فعلا اشكال فنية جديدة. يمكن بره المهرجان مش هيكون من السهل ان احنا نتواصل معاها او نشوفها. ده بالنسبة لي عنصر مغري جدا، بسطني وحاسة طول الوقت ان انا بتفرج وفي نفس الوقت بتعلم، وفي افلام فعلا بتفاجئني علشان جديدة شكلا ومضمونا. والنقطة الثانية فعلا اللي أنا بالنسبة لي هي مهمة، فكرة التواصل مع الأفلام وفكرة التواصل مع أعضاء لجنة التحكيم اللي أنا موجودة معاهم، سواء الأستاذ عبد الستار ولا أستاذ مراد، وأستاذ اللي بوجه لهم تحية دلوقتي مش موجودين معانا، أستاذ الكبير محمود عبد العزيز اللي هو رئيس لجنة تحكيم الأفلام العربية، الدكتور مدحت العدل، أستاذة الكاتبة كلوديا مارشليان. فبالنسبة لنا على قد ما الفرجة على الأفلام هي متعة وهي فعلا تجربة غنية، على قد ما قعدتنا بعد الأفلام، نقاشاتنا، الخبرات اللي ناخدها من بعض وبنديها لبعض، دي بالنسبة لي برضو غنى يعني كبير جدا. كندا كمان انت مشاركة مش بس كعضو في لجنة التحكيم، ولكن أيضا فيلم في المهرجان، فيلم الغرباء. مظبوط. كلمينا أكتر عن الفيلم دوت. والفيلم ده مع إن حضرتك مفروض سورية، بس هو مش فيلم سوري، هو إنتاج فرنسي مغربي. كلمينا أكتر. لا هو مش انتاج فرنسي مغربي، هو انتاج لبناني ايراني. لبناني ايراني. بالظبط. اوكي تمام. فيلم الغرباء هو فيلم انا كنت عملته تقريبا من 3 سنين، بس تاخر شويه بعمليات المونتاج والبوست. الفيلم ده بيتكلم عن القضيه الفلسطينيه في مرحلتين، في الخمسينات ودلوقتي في ال2000. بيشارك فيه مجموعه كبيره من ممثلين سوريين، بيشارك فيه مجموعه برضو من ممثلين لبنانيين. انا بالنسبه لي دايما بحب ان انا اكون موجوده. القضيه الفلسطينيه بالنسبه لنا كسوريين زي طبعا المصريين، بس بحس يمكن
احنا كسوريين دايما على تواصل دائم معاها، موجوده طول الوقت في ضميرنا وفي دماغنا وفي قلبنا. فانا بحب ان انا ابقى مشاركه في افلام بتتكلم عن القضيه دي. الفيلم بيتكلم عن القضيه الفلسطينيه من خلال قصه حب، من خلال موضوع علاقات انسانيه، فبيطرح الموضوع ده من خلاله. هو مشارك في مسابقه لجنه حقوق الانسان، مسابقه لجنه حقوق الانسان، واتمنى انه يعجب الناس. تمام، اتفضل. اروح للاستاذ عبد الستار ناجي. يمكن حضرتك مؤسس جائزه النقاد العرب في مهرجان كان، وحضرتك شاركت عضو لجنه التحكيم في مهرجانات دوليه زي مهرجان كان، فينيسيا، موسكو والخ من المهرجانات العالميه. يمكن بنتكلم مع الفنانه كندا وبنتكلم عن الافلام الانتاج المشترك. عايز نسال حضرتك امتى يبقى في انتاج مشترك عربي، امتى يبقى في وحده عربيه ولكن في صناعه السينما؟ يعني دايما بنلاحظ على الصعيد. أنا أشكرك على السؤال هذا، بس هذا السؤال بحاجة إلى اختزال كثير من المعطيات. أولا مناخ الحريات يجب أن يتساوى، فضاء الحريات، سقف الحريات يجب أن يرتفع. سقف الحريات في هذا البلد تختلف عن هذاك. الرأس المال العربي وبكثير من الصراحة الرأس المال العربي لا يثق بالإنتاج السينمائي. الرأس المال العربي الذي يستثمر بغزارة. أنا أعلم جيدا بأن هنالك رأس مال كويتي ورأس مال خليجي كبير جدا يستثمر في السينما المصرية، وأيضا يستثمر في السينما الأوروبية والسينما الأمريكية، ولكن هذا الاستثمار ليس بمستوى الطموح على المستوى العربي. طموحاتنا أبعد من ذلك. قبل أن نؤسس إلى فعل مشترك، قبل أن نفكر بشكل مشترك، نحن نعيش دائما بشكل مشترك، ولكن علينا أن نؤكد على الخصوصيات. ما الذي يمنع أن يأتينا فيلم من عمان وفيلم من الإمارات، وما الذي يمنع أن يأتينا فيلم من المغرب متميز وفيلم من سوريا أيضا، ما الذي يمنع أن تكون تلك الحويصلات الصغيرة هي الآن السينما الأوروبية. كنا نقول السينما الأوروبية، ولكن الآن نقول السينما الإسبانية والسينما الفرنسية وسينمات العالم الأخرى. نحن نفرح بهذه السينمات، ولكن سعينا للإنتاج المشترك يجب أن يذهب إلى فضاء أبعد في الفكر الإنتاجي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. مثلا تجربة مصطفى العقاد، لولا الرأس مال المشترك من الكويت ومن لبنان ومن المغرب لما شاهدنا مثل هذه التجربة وغيرها من التجارب الكبيرة. علينا أن نشتغل على الورق، علينا أن نشتغل على حوار سياسي عالي المستوى، بحيث أن فيلمي حينما ينتج لا يوقف في هذا البلد ويذهب إلى هناك. أنا أقول ملاحظة مشترك فعلا، يعني أنا أذهب إلى ذات الفيلم اللي هو الرسالة. هذا الفيلم لم يعرض في أي صالة عربية حتى الآن، لم يعرض في أي صالة في جميع أنحاء العالم العربي. عرض في التلفزيونات، وعرض في أوروبا، وعرض في أمريكا، ولكنه لم يعرض حتى هذه اللحظة في أي صالة عربية. احنا ما عندناش سقف الحرية اللي تعرض فيلم زي كده. بس هذا الذي نشاهده اليوم في مصر وهنا وهناك هو النفس الحقيقي لأكبر كمية من الأكسجين. الأكسجين الشباب، أكسجين المستقبل، أكسجين جنريشن جديد، جيل جديد يفكر فيما أبعد من حدود خبز الغد. تعليم ابنك، تعليم ابني. طبعا مع ان ما تسمح لي شوف، يعني احنا كلنا كعرب لغه واحده، يعتبر مشاكلنا واحده. حتى ثورات الربيع العربي كلها كانت زي السلسله. صحيح. يعني طب احنا ليه اسهل ان احنا نروح لانتاج اجنبي، وبنشوف ان ده، هل الانتاج الاجنبي ورقه سهل عن ان احنا مش لاقيين ورق مصري او ورق عربي؟ تعقيبا على هذا الموضوع، على مدى الأيام الثلاثة الماضية أنا أستطيع ونيابة عن أخواني وأساتذتي في لجنة التحكيم أن أقول أن هنالك مؤشرات لسينما عربية جديدة تبشر بكل معاني الخير. ولعلكم أنا بس بدي أقاطع الأستاذ عبد الستار. النهاردة وإحنا بنتفرج على أفلام، شفنا أفلام فعلا من كل الجنسيات العربية. شفنا مغرب، شفنا تونس، شفنا خليج، إمارات، كويت، لبنان، عمان، وعمان. وأنا ولا لثانية فعلا حسيت إن في موضوع طرح في أي فيلم من هذه الأفلام لا يعنيني أو لا يمسني. كل كلمة اتقالت، كل موضوع، كل مشكلة، كل هم اتعالج في الأفلام دي بيعنيني جملة وتفصيلا. يعني ولا لثانية انت لما تتفرج على فيلم امريكاني او اوروبي هتحس بالهم الانساني مشترك، بس هتحس ان في بيئة مختلفة، هتحس ان في مشاكل لا ما بتبقاش بنفس العمق موجودة هنا وهنا. في اختلاف اكيد بشكل العلاقات الاجتماعية والى اخره. انا النهاردة وانا بتفرج على كل الافلام دي مع اختلاف وتباين مستوياتها احسن واقل واختلاف موضوعاتها، الى اني ولا لمرة ولا لثانية حتى مع اختلاف اللغة في افلام انت عارف ما بيبقاش سهولة تواصل
فعلا اللغه بالرغم ان هي افلام عربيه بالظبط، مع انها افلام عربيه، بس انا ولا لحظه حسيت بغربه عن اي فيلم من الافلام اللي انا شاهدتها. بالعكس انا لقيت شفت نفسي وشفت مجتمعي وشفت المجتمع السوري مثلا على سبيل المثال، عشان انا جايه من بيئه سوريه وعايشه في مصر. انا كنت بشوف مصر وسوريا في كل فيلم انا بتفرج عليه. فده دليل ان انت فعلا عندك من الموضوعات المشتركه يعني كميه مهوله تؤهلك ان انت تعمل كميه كبيره من الافلام. في النهارده بالصدفه شفنا افلام بتتكلم عن التيارات الاسلاميه المتشدده على سبيل المثال، وكنت بقول للاساتذه استاذ عبد الستار واستاذ محمود والدكتور مدحت العدل وكل اللي معانا ان الموضوع ده النهارده علشان في يعني في تحرك للتيارات المتشدده في الوطن العربي ككل، في ظهور اكتر على السطح. فدلوقتي بيمسني كنا شفنا فيلم على سبيل المثال من المغرب او من الكويت، الموضوع ده بيمسني بشكل كبير جدا، وقلت لو الفيلم ده اتعرض في سوريا او اتعرض في مصر بشكل جماهيري هيكون فيلم جماهيري وهيجيب جمهور والناس هتتعاطف معاه. فالفكره ان فعلا الهم واحد بالظبط. بس انا اتمنى عليكم ما دام احنا في واحده من القنوات الاكثر مشاهده. حقيقه انا في الكويت وفي الخليج وتابع بدون اي اعلان ودون اي بروموشن، اتابع النيل سينما لانه بتقدم لي شحنه عاليه المستوى من السينما العربيه والسينما المصريه على وجه الخصوص. ما نتمناه حقيقه ان تكون هذه القناه نافذه للسينما العربيه لكي تطل على المشاهد العربي للمتفرج المصري والعربي. ما اللي يمنع، ما ادري يمنع ان يكون هناك فيلم جزائري تعرض افلام عربيه. ده حصل على فكره. يعني احنا كنا كل شهر كنا بنعرض فيلم من الافلام العربيه من المغرب، مهرجانات كمان عربيه. صحيح. انا هنيكم طبعا. طيب برضو سؤالي موجه للجميع اكيد كاعضاء اللجنه، بس ممكن نبتدي عند الاستاذ المخرج مراد رفيق. بشكل عام في افلام كان عليها جدل شويه، يعني مثلا فيلم زي تنورة ماكسي كان في كلام كتير جدا عليه، حتى في لبنان كان في لغط كبير عليه لموضوعه ولبعض المشاهد فيه ايضا. بشكل عام هل الفيلم عموما لو في عليه زي ما نقول كلام ممكن يأثر بشكل أو بآخر نفسيا على أعضاء لجنة التحكيم وهم بيشاهدوه، ولا بتنحوا ده خالص جانبا وبتشاهدوا الفيلم بدون أي تأثيرات؟ إطلاقا. نحن كلجنة التحكيم نحن بعيدين كل البعد عن إذا كان الفيلم من اليمن ولا من سوريا ولا من الكويت، وبالخالص نحن كلجنة التحكيم نشوف موضوع الفيلم، نشوف الإخراج، نشوف التصوير، نشوف كل الجوانب الفنية اللي تتبع الفيلم. نعطي تحكيم يعني تحكيم حيادي منزه عن أي تأثيرات أبدا يعني نشوف نحن فقط الفيلم اللي المستوى حقه اللي ممكن يوصل إنه مرتبته فين ممكن نضعه نحن كإخراج كتمثيل كتصوير كل الجوانب الفنية في الفيلم. إطلاقا ما ممكن الواحد يتحيز، ولا بالعكس تصير حوارات وتصير نقاشات. مجمل الحوارات يعني الى الساعه هذه كانت تنصب في بوتقه واحده في خط واحد، يعني ما في حد مننا خرج عن الخط خالص كلجنة التحكيم. انا اعتقد انه اشعر بلجنة التحكيم بالفعل متوائمه. صحيح متوائمه في انسجام كمان. متوائمه الكل دايما بقى في اختلاف. برئاسه يعني الاستاذ محمود عبد العزيز. لا عايزه اقول لك الغريب انا شخصيا هتكلم عن نفسي. انا بالنسبه لي انا اول مره اتقابل مع كل، يمكن انا استاذ محمود اعرفه كنجم كبير، بس عمرنا ما اشتغلنا مع بعض. دكتور مدحت، الاساتذه اول مره يعني نعرف اسماء بعض بس عمرنا ما اشتغلنا مع بعض. احنا من اجيال مختلفه، واحنا من بلدان مختلفه ومن مناطق، حتى يعني الاساتذه من الخليج، انا من بلاد الشام من سوريا، واستاذه كلوديا برضو، دكتور مدحت واستاذ محمود من هنا. فاحنا فعلا جايين من مشارب حتى ومن انتماءات مختلفه. الغريب ان احنا تقاطعات اللي بينا اكبر بكتير من الخلافات. هو تقريبا يمكن ولا مره ما حصلش ان احنا اختلفنا على فيلم. دائما بنطلع يعني لما في فيلم بسطنا فبنطلع كلنا متفقين. لما في حاجه مش عجبانا هتلاقي كلنا فعلا، وده بيأكد نفس الفكره ان احنا هوانا واحد، ميولنا اكيد طبعا في اختلافات. الجمهور او حتى النقاد عمرهم ما بيكونوا على هوا واحد، بس ده معناه ان احنا اللي بنصدقه هو واحد، اللي بنحس بيه، اللي بنحس انه حقيقي او انه هو artificial مصطنع هو واحد برضه. بس انا تعقيبا على كلام الاستاذه، انا اعتقد ما هو اهم الجهد الذي بذلته
اللجنة المنظمة للمهرجان في اختيار هذا المستوى الرفيع من الأفلام. أنا أعتقد بأن اللجنة المنظمة كان أمامها مثلا في مسابقة السينما العربية أكثر من 30 فيلم تم تصفيتها إلى 15 فيلما، وهذا يعني أننا أمام مستوى رفيع المستوى حقيقة. أنا أذهب إلى مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين، ما شاهدناه من نتاجات على المستوى العربي أستطيع أن أؤكد بأن أي من هذه الأفلام ما عدا بعض الهنات الهامشية بشكل أو بآخر، أي مهرجان على مستوى كان وفينيسيا وبرلين على استعداد لاستقبال هذه المهرجانات وفي المسابقة الرسمية. فيما يدور من حوارات أنا كنت أتمنى أن يكون هنالك منسق أو أحد يراقب مثل هذه القضية، لأنه حوارات عالية المستوى. يعني أنا أكتشف تماما بأنه هذه الفنانة التي كنت أشاهدها في الدراما المصرية وفي الدراما السورية تمتلك بعدا ثقافيا عالي المستوى. محمود عبد العزيز يدهشك بملاحظاته الذكية التي يعني تذهب إلى تفاصيل النص، تفاصيل السيناريو، تفاصيل الحركة الفنية. مدحت العدل مو إنسان عادي، يعني مو إنسان جاي من مكان آخر، يعني هو حينما يحلل لنا ننبهر، وهكذا الأستاذ مراد وهكذا بقية الزملاء. هذا النسيج، أنا ناقد، هو مخرج، الأستاذة ممثلة، عناصر الفعل الفني جميعها تنسجم في بعضها لكي تبلور في بعض الأمور. نلتزم الصمت، لعل أحدنا يبادر بكرة عرضية تذهب إلى الهدف، فيأتي الهدف دائما جيدا. كرة عرضية فنية أكيد. معروف دايما ان لجان التحكيم بقى ليها نوع من الموضوعيه والبعد عن الحاديه او التمييز، وطبعا يعني في ناس من لجان التحكيم بقى في بعض الافلام اللي بتشارك من نفس بلدانهم وبيلتزم بالحياديه والموضوعيه. كلنا عرفنا فيلم العاشق والفيلم السوري اللي تم استبعاده عن المهرجان، والاسباب اللي هو بيؤيد النظام، وان مخرج الفيلم ليه بيانات. مش الفيلم بيؤيد النظام، مش الفيلم انا انتاج الفيلم، مخرج الفيلم والجهه الانتاج هي بتؤيد للنظام، وبالتالي تم استبعاد هذا المهرجان. نتخيل، انا عليا سؤالين، سؤال لكندا وسؤال لحضراتكم. نتخيل ان يا كندا ان الفيلم ده تم قبول هذا الفيلم وتعرض في لجنه التحكيم، وانت بتشاهدي الفيلم. ساعه لما انت هتتفرجي على الفيلم هتتفرجي على كندا المواطنه السوريه اللي صناع الفيلم ومخرج هذا الفيلم ليه بيانات معينه وليه قرارات معينه وبيؤيد النظام، وكثير من اخواتنا السوريين. هقول لك انا اسفه، اتفضلي. انا شايفه ان هتفصلي. هقول لك انا شايفه ان من بدايه فكره اصلا الربيع العربي بدايتها وأساسها قامت دفاعا عن الحرية. صحيح. الحرية يعني حرية لا تتجزأ. لما أقول حرية يعني قبول الآخر بالرغم من اختلافه. أنا النهاردة وموقفي من أول لحظة معروف، أنا فنانة معارضة مش سياسيا، معارضة إنسانيا. يعني عندي موقف، وموقفي كان واضح من أول لحظة. واتهم فيلم العاشق، الفيلم بعيد تماما كل البعد عن أي موضوع سياسي. هو موضوع عاطفي اجتماعي. اتهم الفيلم ان هو فيلم من جهة، هي جهة حكومية، هي رسمية، هي مش هي العمل سينما بالضبط، هي مش الأصل الجمهوري مثلا. يعني بلس ان اتهم المخرج ان هو موالي. انا بالنسبة لي بشوف ان الفن لو كان الفيلم بيحرض على حاجات انا ضدها، هي لا إنسانية. لو كان الفيلم بيحرض على أفكار مؤذية، لا طبعا مش هبقى حيادية وهتضايق ومش هعرف اشوفه، ممكن اخرج. لو دخلت وشفت ان الفيلم بيحرض على القتل او بيحرض على الطائفية او بيحرض على اي فكرة احنا ضدها، لا انا هخرج فعلا يعني. انا هخرج فكرة. انما لو كان الفيلم معمول على مستوى فني جيد محترم فيه العناصر الفنية الجيدة، فيلم بيحترم المتفرج وفكره وعقله، لا طبعا هشوفه وهديله جايزة لو يستاهل الجايزة. وفي الاخر الا لو كان طبعا المخرج نزل قتل بايده او حرض على القتل او عمل حاجات، حتى لو ليه موقف معادي، ما هو موقف، هو حر بموقف، ما هو حر، ده بينه وبين نفسه بقى. ده حر بموقفه. هل الموقف ده اثر جوه الفيلم؟ هقول لك الفيلم ده فيه عنصريه، هقول لك نوع من الموضوعيه اللي تقدري تحكمي. مش هيبقى عندي انا اكيد عندي نوع من الموضوعيه. انا حتما عندي، عشان انا شخصيا انا بحترم مهرجان مصر جدا، علشان انا شايف ان مجرد وجوده دلوقتي هو نضال بحد ذاته. انا شايف ان دوره مهرجان السينمائي السنه دي دونا عن كل السنوات اللي فاتت هو نضال بكل معنى، نضال للحريه. فانا
بالنسبه لي وجودي فيه، في ناس قالت لي انت سوريا واللي حاصل فيها ازاي تروحي مهرجان؟ ما انا مش رايحه مهرجان على فكره، انا اسفه بس انا مش رايحه مهرجان رقص والى اخره، انا جايه مهرجان ثقافه وحضاره وفن. صحيح. ده مهرجان نضال من اجل حريه، مهرجان موقف. فبالظبط مع احترامي جدا للمهرجان، انا ما كنتش للاسف مع رفض عرض الفيلم. انا مش مع تقييد اي حريه، هو الراجل حر بمواقفه as long as طالما أن هذه المواقف لم تعرض داخل هذا الفيلم، وطالما أنه ما فرضش علي وجهة نظره السياسية، بيقدم فيلم اجتماعي كويس. لو الفيلم ده كويس معلش أنا أسفة، بس أنا شفت أفلام ما كنتش أعرف إن مخرجينها إسرائيليين، وشفت الفيلم والفيلم فنيا كويس. انا مش هقابل المخرج الاسرائيلي، ولا هروح اقعد معاه في مهرجان، ولا هقبل ان انا اشتغل معاه عمري. بس ممكن يكون الفيلم فيه قيمه فنيه بعيده عن كل عنصريه. ده مش في مهرجان هنا، مش في مهرجان، في مهرجانات عموما، مش في مهرجان في المطلق، في السينما الامريكيه. اصلا السينما الامريكيه معظمها هتلاقي ان في مخرج متعصب للاسرائيليين طبعا، بس عامل فيلم سينمائي ذو قيمه فنيه مش هحاكم الفيلم، ما اقدرش ان انا اقول قيمه العمل الفني ذات نفسه. انا اسف متحمس. لا خالص، امر هذا كثير حساس. انا جيت في لجان كثيره، وقبل سنتين كنت في مهرجان طوكيو السينمائي، وكان الفيلم الاقرب الى الجائزه من اسرائيل. ولما جئنا للمناقشه الجميع توقع بانني انسحب. نحن نناقش سينما، نناقش فن، نناقش حريات، نناقش ثقافة، ومحتوى الفيلم بعيد عن أي قضية. بالعكس كان يناقش قضية المساجين العرب في السجون الإسرائيلية، يدافع عنهم. فبالتالي من باب أولى أنه أقول له برافو، يعني بدون ما أسلم عليه وأتكلم معاه وأخرج معاه وأتغدى معاه، أنا أتكلم عن بعد فكري، بعد فني. أرجع إلى العملية التنظيم العالية المستوى في المهرجان هنا. في هذه الدورة تظاهرة خاصة بحقوق الإنسان، وهذه إضافة إلى رصيد المهرجان. طبعا. نحن نتحدث عن مهرجان كان مهددا أن تنسحب من عنده الشارة الدولية والعلاقة الدولية، وهنالك مهرجانات فاتحة أفواهها مثل مهرجان جيروسلم ومهرجان تورنتو، مستنين أي حد يحصل عشان يتشال عشان يطلع مكانه. يا أخوان، هذا النضال الغير عادي، هذا الفعل السينمائي العالي المستوى، هذا الحضور العالي المستوى. احنا عندنا كلود ميلر ما يمكن لاي مهرجان يروح هو رئيس لجنه التحكيم مع مجموعه من المبدعين والسينمائيين العالي المستوى. هنالك مستوى. انا اعرف تماما انه بعض الافلام فضلت الذهاب الى مهرجان القاهره على حساب مهرجانات في بلدانها، وانا مسؤول عن الكلام واحتراما لمهرجان القاهره وحبا في بعض. طيب بشكل عام بقى، واعتقد ده برضه هيبقى سؤال موجه للجميع، الافلام واضح جدا، طبعا مش هنتكلم في تفاصيل، اكيد مش هنتكلم في افلام بعينها، ولكن هنتكلم بشكل عام. في افلام واضح ان هي معظم مواضيعها سياسيه، معظم مواضيعها طالعه من الشارع العربي، وبما ان معظم صناعها شباب فبالتالي ده بيؤثر اكتر في محتواها. بشكل عام، هل في منافسه قويه بتجعل اختيار الفيلم او العناصر اللي هيتم اعطائها الجائزه من حضراتكم كلجنه التحكيم هيجعل المهمه صعبه جدا بالنسبه لكم؟ نبدا مع حضرتك استاذ مخرج مراد. هو بالفعل هذا موجود، يعني في منافسه قويه، يعني في انعكاس للشارع، في انعكاس لمتطلبات الجماهير، بس هل المواضيع متشابهه؟ يعني هل ده ادى ان المواضيع تتشابه؟ دي برضه سلاح ذو حدين. لا ليست متشابهه، ليست مشابهه، والطرح ليس متشابها يعني. ولكن المنافسه يعني حاده، المنافسه موجوده قويه، تبقى لازم من عندنا احنا يعني صعوبه التفريق بين فيلم وبين طرح وبين عمل فني وبين بهذا الشكل يعني. في ثيمات نتفق عليها مشتركة، الإرهاب، التطرف، الفكر، الإنسان، في موضوعات ثيمات واضحة وموجودة، ثيمات واضحة موجودة وجلية. ولكن هذا لا يمنع أن نقول بأن هنالك شطحة كبيرة. لا يمكن أن تتجاهل. عندما يأتي يوسف شاهين بإبداع كبير كل أوروبا وكل العالم يصفقون له، نحن علينا أن نلاحظ أمام تجارب هي التجربة الأولى والثانية للمخرجينهم، وبالتالي لابد أن تذهب أنت إلى الاكتشاف.
أنت تذهب إلى تسليط الضوء ومساحة ضوئية أكبر بحيث أن تبشر بمبدع كبير، بسينماء جديد يضاف إلى رصيد السينما العربية هنا أو هناك من تجاربنا السينمائية. أنا شايف إن في حاجة كانت شوية قاسم مشترك ما بين الأفلام، ودي بالنسبة لي حاجة مهمة جدا ومبهرة جدا. للأسف الشديد، ويمكن في وطننا العربي أكتر من بره، وضع الإنتاج السينمائي بنزول لورا كل مدى لورا، مش بيتطور، بالعكس هو بيرجع لورا. فاللي أنا شايفاه وهو حاجة مهمة جدا ان ده مش بيقيد الشباب العاشق فعلا للسينما، صناع السينما اللي بيحبوا السينما واللي عندهم افكار وعايزين يقولوها. اللي شفنا كم فيلم كانوا مبهرين بالنسبه لنا، ان هم من ادوات بسيطه جدا ومن ميزانيات وامكانيات بسيطه جدا قدروا ان هم يعملوا حاجات عظيمه. وده نقدر نصرح بافلام؟ لا ما اقدرش اصرح الافلام. بس انا بشوف ان ده فعلا رساله. انا بتمنى فعلا من اي مخرج شاب مصري او عربي موجود هنا في مصر حابب انه يجي يتفرج على التجارب العربيه، عشان بجد هيشوف حاجات مبهره. هتشوف ان فعلا في شباب من كتر ولههم بالسينما وحبهم وعشقهم ليها بسيطه مش بيقدروا يوصلوا رساله، منتجين كبار ولا مستنيين ميزانيات ضخمه عشان يعملوا افلام ضخمه. هم من خلال بس يعني امكانيات بسيطه وادوات بسيطه قادرين يوصلوا افكار شديده العمق وشديده الحساسيه والاهميه. فانا شايفه ان ده فعلا تطور. يعني لو الانتاج هو راجع لورا، بس انا شايفه ان الفكر والشغل والابداع ماشي لقدام عكس يعني. وده يعني يمكن رساله بنوجهها لكل الناس اللي بتعلق مشاكلها وبتعلق حدودها الفكري والابداعي، ونقول احنا عندنا مشكله فلوس ومشكله انتاج. بس انا ودي اقول شيء في هذا الجانب. آن الأوان أن تكون هنالك تشريعات من المؤسسة الدستورية في مصر وفي دمشق وفي الكويت وفي غيرها، مؤسسات دستورية يتم تشريع قوانين قوانين. أنا أقول لك مثلا في السينما الفرنسية اجتمع صناع السينما الفرنسية مع نوابهم في البرلمان وطلبوهم بدعم، فكان الدعم الأولاني بمنحهم سنتيم واحد على الكحول. هذا السنتيم سنويا يدخل إلى ميزانية أو صندوق دعم السينما الفرنسية بحدود 100 مليون يورو. سنتيم يعني مش هيأثر على المشتري يعني على المستهلك خالص. احنا نشوف هنا أكثر أكلة في مصر مش أكلة كل الآن فرضوا ضريبة أخرى على التبغ وهي سنتيم آخر لدعم المشاريع السينمائية الشابة. أنا لماذا أنتخبك؟ لماذا أذهب بك إلى البرلمان؟ لماذا أذهب بهذا الحزب أو ذاك كي يخطب لي وأنا مش عايز خطب؟ أنا شوارعي كويسة وأموري كويسة. في أمور أخرى، في بعد ثقافي، في بعد استراتيجي. طب أنا عايز أعرف البعد الثقافي والاستراتيجي في الكويت إزاي؟ في الكويت ومدى الحرية اللي موجودة في لا، سقف الحرية عالي جدا. سقف الحرية نحن الآن في هذا اليوم نعيش انتخابات برلمانية وهنالك مظاهرات. كل شيء ماشي بسقف عالي. الثقافة مستواها رفيع جدا. في نخبة ثقافية عالية جدا. أنا آسفة أنا تربيت، بدي أقاطعك. أنا دارسة في المعهد العالي فنون مسرحية، نقد مسرحي. في كان من أهم السلسلتين يمكن اللي احنا كنا أصلا كل قراياتنا ودراستنا مرتكزة عليهم هي عالم المسرح وعالم المعرفة واللي هي طالعة من دور نشر كويتية. سلسلة عالم المسرح الكويتية دي ما فيش إنسان مهتم في المسرح في الوطن العربي مش بس في سوريا إلا وعنده سلسلة مسرح الكويت. كنا بنتخانق عشان نشتريها وتباع بأسعار زهيدة. وهي اللي عايزة أقول لك الموسوعة دي هي اللي نشرت المسرح العالمي في الوطن العربي عند أي شخص مهتم بالمسرح. ونفس الموضوع فيما يخص عالم المعرفة. مجلة العربي واحدة من المجلات الأكثر انتشارا طبعا ولها كل الاحترام ولها كل التقدير. نحن نتحدث عن مصدر لينا احنا كلنا كمان كشباب يعني. سقف الحريات في الدراما، سقف الحريات في الصحافة، سقف الحريات في الخطاب الصحفي اليومي الذي يعيشه بشكل يومي. أنا أكتب بسقف عالي جدا وناقش وأتكلم وأعارض. هذا مش معنويا فقط. لو قاطعته في الكويت يعني الدولة بتدعم، يعني بتطلع لك مجلات في غاية الجدية وفي غاية الروعة
باسعار رخيصه جدا. طب يعني تسمح لي انا اتكلم اشكرك على السؤال هذا. اشكرك. انا عايز اتكلم مع حضراتكم عن حاجه مهمه جدا، وكان فيلم الافتتاح هو فيلم الشتاء اللي فات. وفيلم الشتاء اللي فات يمكن كان فيه اقبال من الجماهير ونال اعجاب كثير من الحضور اللي كانوا موجودين. شفنا كثير من الافلام اللي اتكلمت عن الثوره وثورات الربيع العربي في الفتره اللي فاتت، واللي شاركت بقوه على الخريطه في السينما العالميه من كثير من الدول، اذا كان في اليمن او اذا كان بيتكلموا عموما على الثورات العربيه. شايفين حضرتك كمخرج يا استاذ مراد، وحضرتك كناقد، وكندا كمشاهده وكفنانه، هل ده هيبقى موضه او الموضه الجايه، او ده هياخد جزء كبير هيستقبله المهرجانات السينمائيه الدوليه، ان ده افلام بتتكلم عن الثوره وعن الحريات في ثورات الربيع العربي؟ شوفوا، واضح جدا انه دور الشباب والجيل الجديد بدا ياخذ بصماته، بدا يطبع بصماته على الزمن، على الفترات هذه، على العقد هذا. يعني الجيل الجديد الشباب عايز يقول كلمات، عايز يقول رايه، ففي بصماته وفي كذا. عندنا مثلا احنا توقفت السينما عندنا نتيجه للقرار السياسي وعدم اهتمام الدوله. 20 سنه تقريبا متوقفين، يعني لعدم وجود تمويل، لعدم وجود اهتمام، لعدم وجود. فبرز جيل شباب من جيبه بيصرف، بيشتغل، بيعمل. في عندنا مثلا مشتركين نحن في 3 أفلام، يعني نحاول نخش بها بالمسابقات، وكان على اساس انه على هامش المهرجان 3 افلام يمنيه. 2 فيلمين تبع زيدون العبيدي، الاول اسمه قبل الانفجار، والثاني اسمه عنبر كيس. وفي فيلم اخر عن الارهاب، يمكن واحد منهم قبل الانفجار راح يشترك في مسابقات العربيه اذا كان في امكانيه، يعني نلحق. انا عشت في سطرين، عشت تجربتين بعد الواقعه في كان والشتاء اللي فات في فينيسيا، شفتهم. لا يمكن تصور حاله الاعجاب بعد الموقع الفيلم المصري، بعد الموقع يسري نصر الله طبعا. استقبال كبير في كان، وكان واحد من افلام المسابقه الرسميه، وهذا انجاز بعد سنوات طويله، 15 سنه او تقريبا. اخر حاجه الاستاذ شاهين. السينما المصريه بخير رغم الظروف، رغم الظروف الإنتاجية، رغم كل الظروف. السينما المصرية بخير وبألف خير، بشبابها وبجيلها وبمعاهدها الفنية التي ترسخ يوميا وتقدم الكثير من الخبرات الشبابية الواعدة. أنا بس أقول نفس الموضوع. الثورات ما بقتش هي وضع طارئ على البلدان العربية، هي بقت خلاص دلوقتي خدت أكتر من 2 من حياة العرب كلهم. حتى البلدان اللي ما حصلش فيها ثورة هي عايشة يوم بيوم، ثانية بثانية، مع أحداث اللي بيحصل في كل وطن عربي. فده طبيعي هنشوف تأثيراته، وطبيعي هنشوف تجلياته على السينما العربية وعلى الفكر العربي. بتمنى انه ما يبقاش موضة، بس ده الفرق. انا بتمنى انه ما يبقاش موضة، يبقى وجع حقيقي. اي حد عاش تجربة في الثورة في اي بلد عربي عايز يتكلم عنها بعمق، انا بتمنى ان انا اشوف ده واشتغل حتى في ده. بس بتمنى انه ما يتعملش عشان هو بس موضة. انت فاهم، انت قلت كلمة انه هو يكون موضة. لا بس هو هيكون ليه اثر على السينما العربية، حتما هيكون ليه اثر، علشان هو زي ما بقول لك هو بقى مأثر على كل مناحي الحياة. يعني ما بقاش هو بس جانب سياسي، لا هو مأثر فعلا على كل جوانب الحياة في الوطن العربي. بما ان السينما هي حياة، فبيعكس كل الاحداث اللي بتحصل. احنا بنشكر حضراتكم جدا جدا، احنا عطلناكم وخدنا اكتر من وقتكم، واكيد بنحيي حضراتكم على مجهودكم المستمر في اختيار الافلام. وزي ما قلتم المنافسة هتكون صعبة جدا جدا في اختيار مسابقة الافلام. اسمح لي اقول كلمة أخيرة. انا عارفة ان ظروف البلد دلوقتي، وعارفة ان كل الناس قلبها في التحرير وقلبها على اللي بيحصل، وانا فاهمه ده، واحنا ساعات بنخلص وبنروح الميدان. بس انا فعلا عبر نايل سينما، القناه اللي انا بحبها جدا، مره للناس اللي قادره تيجي تشوف في افلام مهمه جدا. وده مش رفاهيه، السينما مش رفاهيه، صحيح. السينما نضال وفكر فانا بتمنى من كل الشباب اللي بيحب السينما انه يجي ويتفاعل اكتر من كده. دعوه من احلى فنانه، الفنانه كندا علوش. ونروح من لجان التحكيم. بس نشكرهم الاول اكيد. بنشكر الاستاذ المخرج الاستاذ مراد رفيق من اليمن، بنشكر شكرا جزيلا يا فندم. وايضا بنشكر الاستاذ عبد الستار ناجي الناقد الفني. واخيرا بنشكر الفنانه المتميزه كندا علوش، ومنورين المهرجان، وان شاء الله نقابلكم في حفل الختام باذن الله. شاكرين. بنحييكم. من لجان التحكيم نروح مع بعض التقرير سريع عن الافلام المشاركه في المسابقه العربيه. تابعونا.